السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة وهنا. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الحمام المحشي. هعمله معاكم بطريقة جميلة جدا، وبجد انتوا شايفين شكله عامل ازاي. هنعمله من غير ولا واحدة تفرقع منك، ولا كمان تتفتح ولا واحدة، زي ما انتوا شايفين كده بجد شكله يفتح النفس. هنعمل اول حاجة الخلطة اللي هنحشي بيها الحمام بتاعنا. هنا انا حطيت معلقتين سمنة بلدي، وبعدين قطعت فيهم بصلاية قطع صغيرة، وشوحت فيهم الكبد والقوانص بتاعة الحمام. بعد ما اتشوحوا كويس نزلت بالرز، شوحته برضو ونص كوباية مية، وقلبته وسبته على نار هادية لغاية ما استوى خالص. دلوقتي بقى انا بعمل المية بتاعة الحمام او اللي هتبقى شوربة. حطيت حلة على النار فيها مية، وبعدين بقطع فيها البصلاية، واحط كمان شوية فلفل اسود وشوية بهارات اللي هو ورق لوري وجوز الطيب وحبهان وقرفة، تدي ريحة ونكهة جميلة جدا للحمام بتاعي وللشوربة بتاعة الحمام بتاعي. كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. طبعا هسيبها تغلي الاول، وبعدين هنزل فيها الحمام بعد ما احشيه، وههدي النار خالص لان الحمام ما بياخدش سوا كتير. اللي بيخليه يفرقع منك او يتقطع منك انك بتسيبي النار عالية عليه وبتغطي الحلة. الحمام النار الغطا بتاعه بيبقى متهوي، يعني بيبقى موارب كده شوية، ما بتغطاش جامد عليه، والنار تبقى هادية خالص زي ما انا قلتلكم، زي نار الرز كده، زي ما بتبقي مهديه النار على الرز هي نفس النار كده. حطيت دلوقتي بقى الفلفل الاسود، وحطيت كمان زي ما انا قلتلكوا الحبهان والورق اللوري والقرفة، يعني التوابل بتاعتي. هسيبها بقى تغلي، وهنزل كمان بمكعب مرق الدجاج، ده اختياري برضو، حابة تضيفيه بتضيفيه، مش حابة براحتك، بس بيدي برضو نكهة حلوة جدا للشوربة بتاعتي. هسيبها تغلي وهروح بقى احشي الحمام معاكم. هتشوفوا بقى طريقتي في حشو الحمام كمان. كده يا حبايبي ببدأ احشيه بقى من بطنه ومن زوره كده، زي ما انتم شايفين بدخل كده الرز في بطنه، بس بالراحة جدا طبعا، لان الحمام بيبقى سهل ان هو يتقطع معاكي، فبالراحة جدا وانتي بتحشيه كده زي ما انت شايفة. ببدأ احشيه واتك عليه كده علشان يوصل الحشو لزوره كله يبقى مليان كده زي ما انتم شايفين. طبعا حشو سهل جدا. هحشي معاكم كام واحدة كده علشان تشوفوا الطريقة. بس شايفين كده، ببدأ ادخل رجليه بقى من تحت كده كويس، بقفله كويس علشان الرز ما يطلعش معايا في الشوربه. كده يا حبايبي زي ما انا قلت لكم هبدأ احشي معاكم كام واحده. وطبعا لو في واحده كده زورها مفتوح شويه او كده، بتبدأي بخلة سنان ان انتي تقفليها كويس علشان ما تفتحش منك في الشوربه بتاعتك. او ممكن لو عندك ابره وخيط بتخيطيها، وبعد ما تحمريها بتفكيها عادي. شايفين شكل الحمام عامله ازاي بعد ما اتحشت؟ شكلها جميل. كده ببدأ احشي معاكم كمان واحدة كده. تحشيها طبعا من هنا من عند الصدر كده الاول، بعدين تحشي البطن. ممكن تحشيها كمان من عند الزور علشان تضمني ان الحمامة كلها فيها رز. كده حبايبي هحشيها بقى، وبعدين اقفلها زي ما انتم شايفين كده من تحت كده زي ما انا قلت لكم. الشوربة بتاعتي غليت اهي، او المية بتاعتي غليت، حطيت المكعب اهو زي ما انا قلت لكم. طبعا المكعب ده اختياري زي ما انا قلت، حابه تضيفيه بتضيفيه، مش حابه براحتك، بس بيدي طعم ونكهه يعني حلوه قوي للشوربه بتاعتي. كده خلصت حشو الحمام. هوريكم الحمام كله بعد ما خلصته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. انا حابه بس اوريكم الطريقه بالظبط بتاعت حشو الحمام، واحشي قدامكم كام واحده علشان بس اللي ما شافش من اول الفيديو يعرف طريقه الحشو عامله ازاي. كده الحمام بتاعي بعد ما خلصته، ايه رايكم؟ كده بعد ما حشيت الكميه كلها طبعا. كده مليته بالمظبوط كده، ولا يبقى مليان قوي ولا يبقى ضعيف قوي، الماليه تبقى ضعيف قوي كده، الحشو بتاعه المظبوط.
هبدأ بقى انزل بالحمام بتاعي غلوة واحدة بس، وههدي النار خالص زي ما قلتلكوا يستوي براحته خالص، علشان تطلع معاكوا الواحدة بوحدتها كده، ما فيش اي واحدة مقطوعة ولا مفرقعة ولا اي حاجة خالص. كده حبايبي. طبعا بعد ما ياخد غلوة واحدة ببدأ انزل بالملح، لان زي ما انا قلتلكوا الحمام ما بياخدش وقت قوي، علشان كمان يبقى مملح ويبقى مظبوط. ههدي عليه بقى النار واسيبه بقى يستوي براحته. شفتوا زي ما قلتلكوا الغطا ما يبقاش مقفول جامد، لان لو مقفول جامد هيفرقع معاكي، يبقى موارب كده. كده الحمام بتاعي طبعا شايفين الشوربة شكلها عامل ازاي، دي جامدة جدا. كده بعد ما استوى طلعناه، هنبدأ بقى نعمل ايه، هنحمره. هتشوفوا بقى طريقة التحمير. طبعا حطيت طاسة فيها زيت كده، وابدأ احمره على كل الجناب. الجنب ده يتحمر ببدأ اقلبه على الجنب التاني لغاية ما الكمية كلها تخلص معايا. كده زي ما انتم شايفين بقلبه كمان قدامكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لونه ذهبي وجميل جدا. امشوا، بس اهم حاجة تمشوا معايا بالخطوات واحدة واحدة كده، وتعملوا بالطريقة اللي انا قلتلكوا عليها دي، وتمشوا معايا بالتكات كلها اللي انا قلت عليها، وان شاء الله يطلع معاكم احسن حمام، وهتعتمدوا الطريقة دي وتعملوها دايما. كده يا حبايبي بعد ما خلصت الحمام بتاعي، ايه رأيكم؟ بجد ريحته وطعمه جامدة جدا، وشكله كمان بيتكلم عن نفسه زي ما انتم شايفين كده. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.